كل مرة تحسي بالحزن معناه إن في حقيقي مشكلة فيكي. أغلبنا بيبقى فاكر إن أنا أفكر تفكير إيجابي أو أحس بمشاعر إيجابية ده معناها إن أنا محسش بأي مشاعر سلبية أو ما يجيش أوقات عليا أفكر في أفكار ليها علاقة بالحياة اللي أنا عشتها، سواء كانت صعبة أو تجارب صعبة أنا عديت بيها. لكن التفكير الإيجابي الصحي هو إن أنا هيجي عليا أوقات أفتكر نفس الأحداث دي وتعدي عليا، بس الفكرة إن أنا بسيبها تعدي زي ما هي، مش بسكن فيها، مش بفضل طول الوقت واقفة مكاني بسبب المشاعر أو بسبب الأفكار اللي عدت عليا بسبب أحداث قبل كده أنا افتكرتها، أو أي مواقف كان ليها علاقة بحياة صعبة أنا عشتها في الماضي. يمكن أكتر تفاصيل بنعيشها طول الوقت نقدر نحس إن في حاجة كبيرة حصلت. يعني لسه امبارح كنت بكلم عميلة في سيشن وكانت بتقول لي إن لسه جاي لها دلوقتي رسالة من الشغل وشكل كده إن في مشكلة كبيرة، وابتدت تشيل الهم وإن الحاجة دي خلاص هي تركيزها كله راح في المشكلة اللي خاصة بالشغل. قلت لها تعالي نفكر في اول لما كنا بنتكلم، انت مش قلت لي ان برضو كان في مشكله في الشغل ليها علاقه بكذا كذا كذا كذا؟ قالت لي اه. قلت لها عدت ولا لا؟ قالت لي عدت. قلت لها في اي حاجه هتقدري تعديها ولا لا؟ قالت لي هقدر اعديها. قلت لها يبقى احنا ممكن نقول ان في مشكله في الشغل بس ان شاء الله هنعديها، مش عايزين نشوف يومنا من خلال المشكله دي. راحت قالت لي بس الشغل مهم، الشغل ده هو كل حاجه ليا، او الشغل ده اللي هو بالنسبه لي اللي هو مصدر الدخل او كل حاجه اللي بتحسسني ان انا مسنوده في يومي او في حياتي. قلت لها هو مصدر مهم بس مش كل حياتنا، مش كل يومنا. فاي مشكله بتيجي في حياتنا من اي مصدر من مصادر حياتنا فهي هتعدي مهما كان ايه اللي هيجي او ايه المشكله اللي هتيجي في لحظتها، فاحنا قادرين نعدي اللحظه دي وان هي ما تكملش معانا في اكبر قدر ممكن. في فرق مثلا لو انا قلت لنفسي انا زعلانه والدنيا خربانه وانا مش قادره ان انا اعدي حياتي، مش قادره اعمل اي حاجه، وفي فرق ان انا اقول انا زعلانه بس ان شاء الله كل حاجه هتعدي. ده طبيعي، احنا عدينا كل ده وهتعدي. عادي ان انا احس ان انا مش قادره اعمل بعض الانشطه فريح وقتها، لكن مش عادي ان انا انسحب عن كل حاجه في حياتي واحس ان هي دي المشكله. قولوا لنفسكم دايما ان هي هتعدي، واعتبروا المشاعر او الافكار ايا كان بتفكركم باي حاجه انتوا عديتوا بيها او ايا كان حاجه بتحصل دلوقتي، اعتبروها زي الضيف الخفيف او ضيوف خفيفه كده في حياتكم. مهما جت ومهما اتكلمت ومهما عملت هتاخد بعضها وتمشي. هسيبني اسمعها، هسيبني احس بيها واخليها تعدي عادي. مش لازم اتفاعل معاها ومش لازم اديها كل حاجه في يومي او في حياتي.